اول حاجه غادي دير اخويا نقول على واحد لايك وتبع معنا هذا الفيديو هذا من الاول حتى الاخر. درت الفيديو يكون صغير باش ما تكون مشاهده ممله وتفهم الموضوع بشكل سريع. بعد ما كتدخل الفيسبوك ديالك كيقول لك ان الحساب تم قفله، وبعد ما كدير التالي كيقول لك ارسل لنا بطاقه الهويه، ولكن انت عندك المعلومات غير مطابقه ما بين بطاقه الهويه والحساب فيسبوك الخاص بك. بعد ما دخلنا يعني الموقع الخاص بالميتا، يعني هي اللي يعني تحديث جديد كيقول لك علاش ترفض بطاقه الهويه، لانها مضلله او انها عاتمه او ان المعلومات غير واضحه. علاش يعني شنو هما المعلومات اللي ضروري ان تكون واضحه في بطاقه الهويه؟ هو الاسم وصورة الشخصية، أو تاريخ الميلاد وصورة الشخصية، بمعنى أن الصورة هي الأهم في بطاقة الهوية والاسم. ركز عليهم الاثنين، أوكي؟ في حالة ما كانت عندك بطاقة الهوية يمكن لك أنك ترسل لهم ورقة مهما كانت، المهم تكون مطبوعة يعني من جهة حكومية وتكون فيها الاسم الخاص بك وتكون فيها صورة يعني منسقة كما نقولوا الخاصة بك. يعني الهدف هو أنهم يشوفوك هل أنت فعلا إنسان وليس روبوت. بمعنى كل ما عليك فقط هو ارسال لهم بطاقة الهوية يعني في المكان الآخر اللي هو مكان هذا، وليس المكان عند الدخول إلى الحساب الخاص بك. قم بإرسالها من هذا المكان الخاص بتغيير اسمك. اكتب الاسم هنا في بطاقة الهوية ثم الاسم الثاني، ثم هنا قم بكتابة السبب هو تغيير الاسم القانوني، وقم بإرسال لهم هنا بطاقة الهوية من هذا المكان، ثم أعمل بريد إلكتروني هنا حتى يقوم بإرسال لك رسالة الفيسبوك هل تم الموافقة على بطاقة الهوية أم لا. ما بين 24 إلى 48 ساعة راح يتم الرد عليك بالموافقة إن شاء الله. نتمنى أن يكون خير. انقر على لايك، اشترك بالقناة. أي مشكل عندك تواصل معي وإن شاء الله 100% راح يرجع حسابك في حالة قمت بتنفيذ هذه الخطوات. دمتم أوفياء.